صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. حلقة النهاردة هترجعنا للعصر الذهبي للإسلام، لعصر الدولة العثمانية، وبالأخص السلطان السابع في الدولة العثمانية. حلقة النهاردة هتكون عن السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح اسمه محمد الثاني ابن مراد الثاني، وخد عدة ألقاب من ضمنهم الفاتح أو أبو الخيرات أو القيصر. اتولد السلطان محمد الثاني يوم 26 رجب سنة 833 هجرية، الموافق 20 إبريل سنة 1429 ميلادية. اتولد في أديرنا عاصمة الدولة العثمانية، وتم حفظ القرآن الكريم وهو عنده 10 سنين، ودرس علم الرياضيات وبرع في الفيزياء، وبرع في سياسة الحرب، وبرع في فنون القتال، وكان بيتعلم اللغات لدرجة ان هو اتقن اللغة العربية والفارسية واللاتينية واليونانية. وفي سن 11 سنة ولاه ابوه السلطان مراد الثاني امارة اناصيا، وكان تحت ايد اتنين من كبار العلماء في الوقت ده، كان العالم اغا شمس الدين والعالم الملا الجوراني. وكان ابوه السلطان مراد الثاني بيعده ان هو يبقى سلطان الدولة العثمانية بعد اخوه الامير علاء الدين. ولكن يشاء القدر ان في يوم 15 ربيع الثاني سنة 848 يتوفى اخوه علاء الدين بوعكة صحية، ويصاب ابوه بان هو يزهد الحياة الدنيا ويسافر للامارة ايدين، وان هو يتنازل بالسلطنة لابنه السلطان الامير محمد الفاتح، بحيث يبقى السلطان محمد الفاتح سلطان السابع للدولة العثمانية هو عنده 15 سنة بس. ولمجرد ما تولى السلطان محمد الفاتح امور الدوله العثمانيه، بدات الحلفاء بتوع الدوله العثمانيه اللي كانوا عاملين معاهده معاها زي المجر زي روما زي البيزنطيين ان هم يعملوا انقلاب وينقضوا العهود مع الدوله العثمانيه، لان هم اعتقادهم ان السلطان محمد الفاتح مش هيقدر يقود دوله زي بحجم الدوله العثمانيه. وبالفعل بعت السلطان محمد الفاتح لابوه مراد الثاني كذا مره ان هو يجي يقود الحرب ضد اعداء الاسلام واعداء الدوله العثمانيه زي المجر او اي حاجه تانيه، ويقمع الانقلابات اللي كانوا بيعملهم، ولكن ابوه كان بيرفض. لحد لما في مره السلطان محمد الفاتح بعت لابوه جواب، وكان نص الجواب بيقول له: اذا كنت انت السلطان فتعالى وخذ جيوشك ضد اعداء الاسلام، واذا كنت انا السلطان فانا امرك ان تاتي لخوض الجيش. وهنا أبوه السلطان مراد الثاني قال: لقد حاصرني ابني هذه المرة. وبالفعل رجع السلطان مراد الثاني وقاد الجيوش وقمع كل التمردات اللي حصلت على الدولة العثمانية. وفي يوم 10/11/1444 حصلت معركة عظيمة جدا للدولة العثمانية اسمها معركة فارن، وهنا أباد فيها السلطان مراد الثاني جيوش المجر وعن بكرة أبيهم، ورجعهم تاني زي ما بيقولوا لجحورهم، وبين إن الدولة العثمانية لسه ليها هيبة ولسه قوية وتقدر تصمد، وإن السلطان محمد الفاتح يقدر يكمل من بعديه. وتولى السلطان مراد الثاني إمارة الدولة لحد سنة 1451، لحد لما رجع تاني لأديرنا وتوفاه الله بوعكة صحية يوم 7/2 سنة 1451. وهنا استلم السلطان محمد الفاتح السلطنة للمرة الثانية يوم 19/2/1491، بس هنا بقى كان عمره 21 سنة. السلطان محمد الفاتح بدأ يعيد تنظيم الدولة من حيث الوزراء، بحيث ان هو لما كان بيلاقي وزير باين عليه الطرف او التراخي كان بيعزله وبيحط وزير تاني، وكان هنا بيعتمد على الكفاءة اكتر منها الواسطة او المحسوبية. وكان همه الشاغل حديث اتعلمه وهو صغير عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قول عليه الصلاة والسلام الحديث كان بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. وكان بيأمل السلطان محمد الفاتح ان هو يحقق النبوءة النبوية عن الحديث ده، زي كتير قبليه من الناس ومن الصحابة من سنة 44 هجرية حاولوا ان هم يفتحوا القسطنطينية بس ما قدروش، لان القسطنطينية بلد كبيرة جدا وليها اسوار كبيرة جدا وهنتكلم عنها. بدأ يعيد تنظيم الدولة من الأول جديد، وبدأ ينشئ جيش نظامي عسكري جامد لدرجة إن هو وصله ل 250 ألف مجاهد، والرقم ده كان كبير جدا لأن أكبر جيش كان موازي ليه في الوقت دوت كان جيش الدولة روما، وكان مجرد 150 ألف مقاتل بس، فهو كان بيفوقهم ب 100 ألف مقاتل.
وأنشأ البحرية العثمانية اللي هو الأسطول البحري، وكان مكون من 400 قطعة بحرية، 400 سفينة، وده كان رقم كبير جدا 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 بالنسبة للأسطول. وكان مهتم بتطوير الجيش جدا وتزويده بأهم الأسلحة زي البنادق وزي المدافع اللي كانت بتقلب موازين الحرب في وقت زي الوقت ده. وكان مهتم جدا بتطوير المدافع بتاعته انها تضرب لأكبر مدى، ولدرجة ان هو استعان بمهندس مجري اسمه اوربال. المهندس ده علشان يجيبه اصلا كان ليه قصة جميلة جدا، ان المهندس ده كان من معارضين قسطنطين اللي هو قيصر القسطنطينية، كان من المعارضين بتوعه، وكان محبوس في سجن جوه القسطنطينية. السلطان محمد الفاتح بعت جواسيسه جوه، عدوا السور وعدوا الخندق المائي للبحيرة، وقدروا ان هم يخشوا جوه القسطنطينيه ويحسبوا المسافه بالظبط لحد السجن اللي فيه المهندس المجري دهوت، وقدروا يحددوا المكان الزنزانه بتاعته وهو مسجون فين. وحفروا حفره من قبل الخندق المائي زي ما انا هبين لحضرتك دلوقتي في الخريطه، ان هم يحفروا حفره كده خندق كبير قوي وينقسم لقسمين، قسم يطلع للبحيره وقسم يكمل تاني تحت، بحيث ان هو يشيلوا الرطش او الزلط او الرمل اللي موجود تحت ويرموه في البحيره، بحيث ان هم يعلوا منسوب البحيره عشان يقدروا يستخدموها بعد كده في العبور للاسوار. وفضلوا مكملين لحد لما وصلوا لحد الزنزانه بتاعه السجين وكسروها من تحت، وخدوا السجين اللي هو المهندس اوربال ده ورجعوا بيه للسلطان محمد الفاتح. وده قمه الاعجاز الرياضي والهندسي، اللي بصراحه انا اسميه شابوه لمحمد الفاتح، ان هو قدر يوصل لحد السجين في العنبر بتاعه وياخده ويرجع تاني بيه. وبالفعل بناله السلطان المدفع السلطاني، وكان مداله اكتر من 30 ميل. المدفع ده علشان يتجر كان بيتجر باكتر من 50 زوج من السيران، يعني 100 طور، وكان دايما بيتحط جنبه 100 عسكري يمينه و100 عسكري شماله عشان يحموا المدفع ده. مساعدة كبيرة جدا المدفع ده في هدم أجزاء كبيرة من أسوار القسطنطينية، وكان ليه دور كبير جدا في فتح القسطنطينية. بس القسطنطينية كانت بلد ومعركة كبيرة جدا جدا عشان نتكلم عليها الحلقة دي هيبقى صعب جدا، فإحنا هنعمل الحلقة الجاية مجرد إنها فتح القسطنطينية. دي حلقة كاملة كده عن فتح القسطنطينية، لأنها كانت معركة شرسة جدا وقوية جدا، وهي عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالمية من كل حتة، والحتة البرية الوحيدة الأرض اللي فيها عليها سور لمسافة 7 كيلو ونص، وهو مش سور واحد، هو 3 أسوار ورا بعض ارتفاعه أكتر من 20 متر. وقبل الأسوار دي في خندق مليان مية وعليه سلسلة اسمها سلسلة القرن الذهبي، حدوته كده كامله هنحكيها في حلقه فتح القسطنطينيه. بس السلطان محمد الفاتح كان في دماغه الحديث بتاع رسوله النبوءه النبويه، ان هو يحاول ان هو يفتح القسطنطينيه عشان يتحقق نبوءه النبي عليه الصلاه والسلام بالحديث ويبقى على ايده. وفعلا عد الجيش ليها وعد الاسطول وطور الجيش، وكان على استعداد تام ان هو يروح يفتح القسطنطينيه. بس وهو رايح للقسطنطينيه هنرجع لحلقه فلاد الثاني اللي هو الكاونت دراكولا. هنا كان اعلن تمرده على الدوله العثمانيه علشان يلهيها عن فتح القسطنطينيه. وهنا السلطان بعت له جواب مكون من 3 اختيارات، قال له يا اما ترجع تاني للاسلام، يا اما تدفع الجزيه، يا اما هاجي ابيد جيشك من على وش الارض. فلاد التاني كان مبسوط بان معاه جيش مكون من 50,000، وكان شايف ان هو يقدر يقف قدام الدولة العثمانية ويقدر يتخانق معاه ويقدر يحاربه ويعطله عن القسطنطينية. لكن بالفعل واحنا كنا ذكرنا في حلقة دراكولا ان هو عمل مجزرة يعني في الرسل الجم ليه، اللي هو دبس العمائة بتاعتهم فيهم بالمسامير وبعتهم تاني للسلطان. وهنا استشاط غضب السلطان وجاله بنفسه، وعلشان يخوفه ويرهب الجيش بتاعه عمل مجزرة في شعبه ان هو قتل اكتر من 30,000 مواطن، منهم المسلمين ومنهم اللي مش مسلمين، بس هو قتلهم من شعبه نفسه علشان يخوفهم. ومش قتلهم بس، ده هو قتلوا اعدامهم على الخازوق، يعني قتل اكتر من 30,000 مواطن على الخازوق عشان بس يرهب الدولة العثمانية زي ما قلنا في حلقة دراكولا.
وده استشاط غضب السلطان محمد الفاتح واصر ان هو يخش، وبالفعل اباد جيشه كله ال50,000 مقاتل، ما تبقاش منهم غير 500 مقاتل بس اللي هربوا منهم. وبالفعل قبض على الكاونت دراكولا واعدمه بايده، ان هو فصل دماغه وكمل عادي جدا على القسطنطينيه. الراجل اللي هو الراجل جه عدى عليه حط عليه وكمل تاني عادي جدا وكمل القسطنطينيه. مش هنقف عند فتح القسطنطينيه زي ما احنا قلنا، هنكملها ان شاء الله الحلقه الجايه. بس هنقول ان ربنا قدره ان هو يفتح القسطنطينيه وفتحها فعلا. ومن بعدها قرر السلطان محمد الفاتح ان هو يكمل لروما، لان روما كانت معقل الحملات الصليبيه على الدوله الاسلاميه كلها. اي حمله صليبيه كانت بتيجي دايما من روما، تروح جايه معديه وتيجي على الاسلام. فهو قرر ان هو يفتح روما، وبالفعل عمل ترميم للجيش بتاعه وترميم للاسطول البحري، ووصل بيه ان هو يقدر يعمل انزال قرب مدينه اوترانت، ان هو ينزل الجيوش بتاعته قرب المدينه ديت. وبالفعل الجيوش قدرت تجتاح مدينه اوترانت والحصن بتاعها وتبيده، وتقدر ان هم يستغلوا الحصن بتاعها كمركز كمقر تمركز لجيوش محمد الفاتح، ان هو يقدر يخش منها على شبه جزيره ايطاليا وعلى الدوله الرومانيه. ولكن للاسف الشديد، كعاده الغرب الخيانه، ان هم ما قدروش على السلطان محمد الفاتح بالحرب او بالسياسه، قدروا عليه بالخيانه بان هم عينوا جاسوس ليهم في قريب من السلطان محمد الفاتح في صوره واحد اسمه يعقوب باشا. وده كان طبيب اسلم او اعلى اسلامه او اجهر اسلامه او فيك اسلام، عمل فيك يعني ان هو بقى مسلم وان هو طبيب، وبدأ يتدحرج يعني يتولى المناصب لحد لما بقى الطبيب الخاص للسلطان محمد الفاتح. وقعد يحط له السم في الاكل بتاعه وفي الدواء بتاعه لمده كبيره عشان يموت بالبطيء. وبالفعل توفته المنيه يوم 3/5 سنه 1481. وللأسف توفى السلطان محمد الفاتح، وخسرنا واحد من أهم أعمدة الدولة الإسلامية، واحد إحنا بنفخر إن إحنا نقول إحنا كنا من جند السلطان محمد الفاتح. ولحد دلوقتي مستنيين محمد تاني وفاتح تاني علشان يجي يحرر الدول الإسلامية اللي استباحت من العدو وانهارت بشكل تام زي ما إحنا شايفين دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكركم على المتابعة وبشكركم على الكومنتات الجميلة. وأي حد عايز أي موضوع نتناقش فيه يكتب في الكومنتات وأنا تحت أمركم. وبعتذر لكم على الفترة الطويلة اللي أنا غبتها الفترة اللي فاتت، اللي كنت بعمل شوية تعديلات في القناة. بس إن شاء الله بدعمكم هستمر وهنكمل فيديوهات إن شاء الله تنال الإعجاب. وبس كده يا سيدي، شوفوا ده العافية، سلام.